اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم معايا في قناه بخوني سوا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نشوفوا التتمه ديال مسلسل حوريه. خليناها في الحلقه السابقه لما خرجت حوريه براءه وجات الشرطه ولقات القبض على حسن والعم ديالو بتهمه الاتجار في المخدرات في بلاصه الام ديالو. وشفنا كذلك هذاك المشهد المؤثر لما بزق حسن على الوجه ديال الام ديالو حوريه وشحال كانت متاثره. المهم الحلقه ديال اليوم غيكون فيها واحد الحدث جد شيق، وغادي نشوفوا كيفاش كريم غيمشي عند حسن للسجن وغادي يعاود له على الحقيقه ديال الام ديالو. وغيكتشف حسن ان الام ديالو بريئه من داكشي اللي كانوا كيتهموها به هاد السنين كلها، انها كانت كتصل بهم وكانت كتصيفط لهم الرسائل، ولكن الجد ديالو كان دائما تيخبيهم عليهم، كذلك عمته، باش ما يوصلهمش دوك الرسائل، وكانوا كيبغيو يشوهوا الصوره ديالها قدامهم باش يكرهوها. غادي يقول ليه كذلك ان العم ديالو كان حاول يغتصبها، وهذا الشيء علاش هي ضربته بالسكين ودخلت للسجن شحال هادي، وبالعكس يعني حافظت على الشرف ديالها ماشي كيف هما كيتخيلوا. المهم كريم غيعترف بكل شيء، غادي يشرح لحسن كل شيء وغادي نشوفوا ردة الفعل ديالو. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا هذا الشيء بنفسكم. غنبداو الحلقه ديالنا منين خدات الشرطه حسن وامجد، ولما بزق على الام ديالو هي بقات غير مصدومه فيه. المهم صافي طلقت منه وبقات كتشوف سياره الشرطه وهي دايه الابن ديالها حسن، وكان قلبها كيتقطع عليه واخا يعني داكشي كله اللي كيدير ليها. كتشوفوا معايا كريم كذلك كان معاها في هذيك اللحظه، حيت عرفهم غادي يلقيو القبض على حسن وامجد فجا باش يوقف مع حوريه. اما جده حسن وبدريه وكذلك عمته كانوا كيقولوا ليعقوب دير شي حاجه، لقى شي حل وما تخليش ولدنا حسن وامجد يمشيو للسجن، هما ما خصهمش يمشيو لتما، دير شي حاجه وخرجهم. وبدا يعقوب كيغوت عليهم وتيقول لهم دخلوا للدار راكم فضحتونا وشوهتوا بينا. حوريه بينوها مشات عند كريم وبدات كتغوت عليه وكتبكي. قالت له علاش عطيتيهم الدليل ان حسن هو اللي دار داكشي؟ انا ثقت فيك ووعدتيني انك ما غتاديش ولدي، ولكن هو دابا مشى للسجن بسبب ديالك انت، حيت هي ما عارفاش الحقيقه، ما عارفاش ان الزوجه ديالو هي اللي من مور هادشي هذا ماشي كريم. كريم حاول انه يهد من حوريه وبدا يحاول انه يدوي معها، ولكن هي ما بقاتش كتسمع ليه. قالت له علاش درتي هادشي وانت وعدتيني انك ما غتاديش ولدي؟ قالت له واش انت اللي قدمتي ليهم الدليل والفيديو؟ وهو يقول لها لا. وبقات كتشوف، قالت له كيفاش لا وشكون اللي عطاهم هاد الدليل هذا؟ وهو يقول لها حتى انا راني ما عارفش، ولكن كوني هانيه كنوعدك انني غنبحث على شكون اللي عطاهم الدليل وغادي نلقاه. كريم قال لها انا غادي نمشي للمحكمه دابا باش نشوف كيفاش نقدر نعاون حسن ونخرجوا من هاد الورطه هادي، اكيد غادي نلقى شي حل. وهي قالت له واخا انا غندخل نجيب الدراري ديالي وغادي نلحق عليك. المهم حوريه دخلت للمنزل ديال يعقوب وهي تقول لها الزوجه ديال يعقوب راه هو اتصل بيا وقال لي راكي تقدري تاخدي ولادك. وبقات حوريه كتغوت عليها، قالت لها هادوك ولادي ومن حقي نديهم معايا، ما كنتسنى الموافقه ديال حتى شي واحد. بقاو غير تيشوفوا فيها وهي تقول لها امينه هادوك راهم ولادي، انا اللي ربيتهم مني سمحتي فيهم ومشيتي بحالاتك. حوريه هي ما سكتتش الامينه وقالت لها انتيا ربيتيهم غير عامين، اما انا راني ربيتهم حتى كبروا وانا اللي جبتهم لهاد الدنيا، وانتي راكي فقط العمه ديالهم، هادشي علاش خاصك تلزمي الحدود ديالك. امينه غير كتشوف فيها. المهم في الاخر مشاو خلاوها بوحدها وجات لعندها بدريه، بقات كتغوت عليها، قالت لها واش هادشي دابا اللي بغيتي؟ هادشي اللي وقع لخويا حسن كله وقع بسببك، انتي السبب في الدخول ديالو للسجن وانتي عارفه ما كيصبرش على الظلم. دابا الا مشى حتى الدابز مع هادوك المجرمين اشنو غادي يوقع وكيفاش غتكون حالته؟ وبدات كتلوم فيها وكتغوت عليها وكانها هي اللي دايره هذاك الشيء كامل. من بعد غنشوفوا باللي الجده ديالهم خرجت جاد وكذلك كانت عمتهم امينه. خرجوا جاد كان فرحان بزاف حيت غادي يرجع مع ماماه، هو مسكين ما على بالوش باغي غير الام ديالو صافي. من بعد بدريه جرات الشنطه ديالها وهي تلاقى بعلي، مشى قرب ليها وقال لها انتيا فين غاديه؟ قرب منه غوتت عليه، قالت له انت ماشي سوقك. وداك الساعه شدها علي من دراعها كيف كتشوفوا وبدا يغوت عليها، قال لها هذا الموضوع راه طول بزاف وانا صافي ما بقيتش قادر نصبر عليك، انا غادي نتكلم مع العم ديالي وغادي نقول ليه الحقيقه وغادي يعرف داكشي اللي وقع بيناتنا. بدريه بدات تقول له طلق مني طلق مني. المهم شويه شافتهم حوريه وجات كتجري، قالت له انت شنو كدير هنايا؟ طلق ليا من بنتي، اشنو كتحاول دير بالضبط؟ وهو يقول لها والو، انا بغيت غير نعاونها، شفت لي فاليز ثقالين عليكم وبغيت نساعدكم، ودابا انا غنتكلف بلي فاليز غنهزهم كاملين، نتوما غير سيروا سبقوني للسياره. وهي تغوت عليه الحوريه، قالت له شكون قال لك اصلا حنا غنمشيو في السياره ديالك ولا محتاجين لك؟ حنا قادين بشغلنا وعارفين راسنا فاش غادي نمشيو واكيد ما غتكونش السياره ديالك. علي بقى تيخنزر فيها وقال لها انا شنو درت لكم؟ ما درت لكم حتى شي حاجه. وقرب من بدريه مره واحده اخرى وهي تمنع الحوريه، قالت له شوف بنتي ما تعاودش تقرب لها ولا تجي من جهتها، هذه اخر مره، واش كتفهم ولا لا؟ وبدات كتغوت عليه وكتدافع على بدريه.
بدريه كيف كتشوفوا بقات غير مصدومه وكتشوف الام ديالها شحال قويه وشحال يعني كيفاش جالسه كتدافع عليها بهذيك الطريقه قدام علي، وحماتها منه في هذيك اللحظه. حتى هو ما سكتش ما صدقش ساهل وقال لها انت شنو كتحاولي ديري؟ واش باغيه تبعديني على خطيبتي؟ واش ما عارفاش انني انا وبدريه مخطوبين لبعضياتنا وانا كنت تعتبر في مثابه الزوج ديالها وما عندكش الحق تمنعيني باش نشوفها. من طبيعه الحال ما سكتاتش لعالي وقالت له هذاك الشيء في الاحلام ديالك. قالت له وياك تمشي تقرب ليا من بنتي وهذا الموضوع ديال الزواج غير نساه، انا غادي نوقف لك بنفسي وما غنسمح لكش تقرب منها نهائيا ولا حتى الظل ديالك يجي حداها. بدريه بينوها فرحانه وعجبها الحال كيفاش دفعت عليها الام ديالها ومنعت عليها علي باش ما يقربش ليها، وجرات معها وليداتها بدريه وجاد وسمحوا في علي خلاوه بوحدو جالس كيتفقس تما. غندوزو لمشهد اخر وغادي نشوفوا يعقوب هو والمحامي ديالو تيهضروا على القضيه ديال امجد وحسن، وهو يخبروا المحامي ان الجلسه غتكون من بعد 3 اشهر، اي انهم غيدخلوا السجن ما يتحاكموش حتى تدوز مده 3 شهور. مسول المحامي ديالو على قبل الوصايه، هو يقول المحامي من الاحسن ما ترفعش الدعوه الوصايه دابا، خليها ناجلوها حتى يخرجوا من السجن وعاد ديك الساعه ديالها باش ما يعتبروش انك كتستغل القضيه ديال حسن. وهو يقول المهم دابا راه نقدروا نخرجوهم بكفاله على ما تتم المحاكمه ديالهم. يعقوب قال له صافي قوم باللازم ولكن خلص الكفاله غير امجد، حسن لا. قال له المحامي كيفاش علاش حسن لا؟ قال له حسن عنده الام ديالو هي اللي وصيه عليه، خليها هي تشوف كيفاش دير تخلص له هذه الكفاله هذه وخليها باش بحال تعلم وتعاقب. يعني يعقوب باغي ينتقم من حوريه في ولدها حسن وباغي يخليه في السجن وما باغيش يخلص عليه، مع العلم انه عنده الفلوس وعارف باللي حوريه ما غتقدرش تخلص هذيك الكفاله داك المبلغ لان غادي يكون مبلغ من طبيعه الحال غالي بزاف. المشهد اخر وغادي نشوفوا المحامي كريم جالس مع النائب العام وتيسولو كيفاش حتى لقاو القبض على حسن، وهنايا النائب العام شرح له وقال له باللي تقدم ليه واحد الدليل اللي هو داك الفيديو فين كيتبت ولا فين كيشوفوا ان حسن هو اللي خدا المخدرات من عند امجد وهو اللي دخلهم للدار. وهكا قال ليه انت عندك الحق، حوريه انسانه بريئه وشريفه ما دارت والو، ولكن راه الابن ديالها هو اللي قام بهذا الشيء كامل وهو اللي متهم. كريم بدا تيحاول انه يستعطف النائب العام وشرح له الوضع ديال حسن وقال ليه حنا ما بغيناش نضيعوا المستقبل ديالو، هو مازال قاصر وهو راه ما كيتاجرش في هذا الشيء، يعني هذه مجرد غلطه كان باغي ينتقم من الام ديالو. المهم هذاك النائب قال له واخا انا غادي نشوف شنو نقدر ندير، انا غنتكلم مع القاضي ونحاولوا نساعدوه. غنتقلوا دابا لعند حوريه بينوها دخلت للدار ديالها هي وبدريه وولدها جاد. كيف كتشوفوا الدار كلها مرونه ومقلوبه لان اخر مره جات الشرطه وكانوا كيقلبوا على المخدرات فارونوا الدنيا كامله. من بعد حوريه بغات تخرج ووصات وليداتها قالت لهم الا صونا شي حد ما تحلوا الباب حتى شي واحد، ولا جا هذاك عالي وحاول انه يدخل عندكم عيطوا لي. وصات جات قالت له عيط لي في التليفون، قال لها ماما صافي انا راه حافظ النمره ديالك. قالت له برافو عليك انت ولد ذكي، وبقات كتبوسو وصاتهم وخرجت باش تمشي تشوف القضيه ديال حسن. غادي نشوفوا من بعد كريم في قسم الشرطه كيحاول يعرف هذاك الفيديو كيفاش دار حتى وصل ليهم، ولكن هذاك الشرطي يعني ما قدرش يقول له الحقيقه وقال له راه الشرطه هي اللي بحثت عليه وجابت هذاك الدليل، ما قالوش الحقيقه وما عرفش ان الزوجه ديالو هي اللي عطاتهم هذاك الفيديو. غادي نرجعوا لعند بدريه بينوها جالسه كتجمع في الدار وكتغسل الماعن، وجاد كان مسكين فرحان بزاف حيتاش كيعاونوا ماماهم فقال لها حتى انا بغيت نساعدك. وبجوج بيهم كيتعاونوا على شغل الدار سيقوا وجفوا في نفس الوقت كانوا كيلعبوا. المهم دوزوا واحد الوقيته زوينه مع بعضياتهم. غادي ننتقلوا لمشهد اخر وغادي نشوفوا حسن في السجن من بعد ما دخلوه حاولوا يحيدوا له داكشي اللي عنده كامل راكم عارفين تليفون ولا كان عنده شي مجوهرات ولا شي حاجه، وبقات ليه غير داك التسبيح. قال لهم عافاكم هذا راه الذكرى الوحيده من الاب ديالي قبل ما يموت، خليوه ليا زعما ما خلاهمش بقى كيطلبهم باش يخليوه ليه، وهكذا هما وافقوا انهم يخليو له داك التسابيح. من بعد غادي نشوفوا حوريه وصلت لمركز الشرطه وتلقت كريم على برا. قالت له امدرا واش كاين شي جديد، واش لقيتي شي حل في القضيه ديال حسن؟ قال لها راني هدرت مع القاضي وراه قابل باش نخرجوا حسن بكفاله. وهي تسولو على المبلغ قالت له واش المبلغ كبير؟ قال لها ها شحال وها شحال، وبالفعل هذاك المبلغ كبير بزاف، ما عندهاش منين تجيب هذاك المبلغ، خصوصا ان المهله اللي عطاوهم هي 10 ايام، دونك في اقل من 10 ايام خاصها تدبر على واحد المبلغ كبير. هنايا كريم غادي بروبوزي عليها واحد العرض، غيقول لها انت دابا خصك تمشي ديري قرض، انا خليني نسلفك وفي بلاصه ما ترديه للبنك غادي تردي لي انا بشويه بشويه، زعما انا قريب لك من الاحسن تاخدي من عندي الفلوس. بقات كتشوف فيه وقالت له في الحقيقه غادي نخليك انت هو اخر خيار،
غادي نحاول نلقى المبلغ زعما بطريقه اخرى، ولكن الا وحلت راه ديك الساعه غادي نرجع لك. دابا غننتقلوا لمشهد اخر وغادي نشوفوا بدريه وجاد جالسين في الدار ديالهم من بعد ما جمعوا الدنيا ونقاو الدار. سمعوا الصوت ديال الجرس، شي حد كان كيصوني عليهم في الباب وهما خافوا بزاف. سحب لهم علي هو اللي جا. المهم جاد قال لختو عافاك ما تحليش الباب، راه ماما وصاتنا ما نحلو حتى شي واحد. في الاخير ملي سمعوا الصوت ديال شي بنت عرفوا باللي ماشي علي وحلوا ليها الباب. لقاوها وحده من بنات هذوك السيدات اللي ساكنين في العماره فين خدامه حوريه. المهم جات لعندهم وبقات كتستهزأ بهم، قالت لهم نتوما هنايا واش ماماكم في الحبس ومخلياكم بوحديتكم في الدار؟ وهو يقول لها جاد لا ماما بريئه وراه الشرطه تلقات السراح ديالها، هي ما دارت حتى شي حاجه. قالت لها المهم انا دابا جيت لعندكم حيت ماما غضبانه بزاف وطالع ليها الدم على ود الحاله اللي كاينه فيها العماره والدروج والازبال كلشي موسخ. هادشي علاش جيت، خاص ماماك ضروري تجي تجمع هادشي. بدريه قالت لها ماما ما كايناش دابا، راها عندها شي حاجه ملي غتجي غادي نقولها لها. وهي تقول لها وعلاش نتيا ما تجمعيهاش، ها هي العماره وانتي بنت حوريه دونك تقدري تجمعي حتى نتيا الازبال ديال العماره كلها. بدريه قالت لها لا انا ما غاديش نجمع هادشي حتى تجي هي وتجمعو بنفسها. وهي تقول لها اذا صافي انا غادي نقول لماما باش تجري عليكم من هنا حيت نتوما ما باغيينش ديروا خدمتكم كيف ما خاصها الدار. في بدريه مرضات وغوتات عليها وسدات عليها الباب في وجهها ودخلت معصبه منها. غادي نشوفوا مشهد اخر وغيبينوا لينا يعقوب كيتصل بحوريه وقال لها خاصك ضروري تجي عندي باش نلقاو شي حل ونشوفوا كيفاش نديروا نخرجوا الدراري من السجن. حوريه قالت له واخا انا غادي نجي عندك. وعاودوا رجعوا لينا عند جاد، بينوه مسكين هو اللي خرج وجمع داك الازبال اللي كاينه قدام البيبان تاع العماره كاملين. دار العمل ديال الام ديالو حيت خاف انهم يجريو عليهم من تما وبقات فيه ماما بزاف. هانتوما كتشوفوا هادشي كيقطع القلب في الصور. ومن بعد غننتقلوا عند كريم، بينوه جا باش يزور حسن في السجن. منين شافوا حسن ما تقبلش الوجود ديالو، قال له انت شنو كدير هنا؟ وهو يقول ليه كريم اهلا ودي حسن لاباس عليك، جلس تفضل. حسن قال ليه انا ما باغيش نجلس، هما خبروني ان المحامي ديالي جاي يشوفني وانا ما بغيتكش تكون المحامي ديالي. جدي غادي يقلب لي على احسن محامي واكيد هو اللي غيتكلف بالقضيه ديالي، انا ما محتاجش ليه. حسن بغى يدور وجهه ويمشي في حالته يرجع للزنزانه ديالو، ولكن كريم ما خلاهش وبدا كيغوت عليه. قال له غادي تجلس وغادي تسمعني وبركه من هاد اللعب ديال الدراري الصغار. اما بدريه فبينها كتقلب على خوها ما لقاتوش في المنزل لانه خرج باش يجمع الازبال كيف ما قلت لكم بلا ما يقولها لها، هي ما كانش في راسها. سحب لها غير خرج ولا مشات وقعت له شي حاجه وبقات كتقلب عليه. في الاخير من يبان ليها في الشارع عيطات له قالت له فين مشيتي، راه بغيت نموت، سحب لي وقعت لك شي حاجه، علاش خرجتي بلا ما تاخذ من عندي الاذن؟ وهو يقول لها جاد انا مشيت نشري غير مسيكه ورجعت. دونك ما قالش ليها الحقيقه مسكين، خاف لا تمشي تغوت عليه. غادي نرجعوا دابا لعند حسن وكريم. كريم قال له الام ديالك كانت غدمر نفسها من اجلك باش انت ما تتاداش وما تدخلش للسجن. وبدا حسن كيضحك وكيستهزأ من الهضره ديال كريم، قال له بصح هي مسكينه بريئه وانايا هو الضحيه ياك، وبقى كيضحك. كريم عصبات وردت الفعل ديال حسن بزاف وقال له انت غير سكت ما تقول حتى شي حاجه، انت اصلا ما عارف والو وما عارف على الام ديالك حتى شي حاجه. يا كريم غادي يبدا يشرح لحسن الحقيقه ديال الام ديالو وقال ليه واش انت عارف علاش ماماك دخلت للسجن وعلاش طعنات العم ديالك، هذاك العم اللي عزيز عليك ودرتي يديك في يديه وتشاركتي معاه باش تحطوا ماماك في هذه القضيه هذه وفي هذه الورطه. وهو يقول لي حسن اكيد انا عارف، هي ضربته بالسكين لانه شافها مع العشيق ديالها. وهنايا كريم تدخل وقال له هذه راه الكذبه اللي كذبوا عليك هما باش تيقها وباش يبعدوك على ماماك وما تبقاوش تحملوا الام ديالكم، والكذبه اللي كذبوا باش ياخذوا الوصايه ديالكم ويبعدوكم على حريه. اما الحقيقه فهي مختلفه تماما. قال له هذاك اللي كتسميه عشيق ديال ماماك راه خدا الفلوس من عند عمك باش يشهد زور ضدها وما بينه وبين ماماك حتى شي حاجه، وراه هو اللي اعترف بنفسه امام المحكمه بهادشي كامل وانه خدا الرشوه من عند عمك باش يشهد ضد حوريه ويحط عليها الباطل. وبدا عاود كريم كيسول حسن قال له واش عمرك فكرتي بعقلك وتسائلتي وقلتي علاش واحد الانسانه واحد المراه غادي تقدر تطعن شي واحد بمقص بحال هكاك؟ واش فكرتي كون خدمتي عقلك شويه غادي تلقى الجواب براسك؟ قال ليه هذيك الام ديالك اللي قدرتي تبزق ليها في وجهها قدام الناس خاطرك انك دير فيها هذيك الحاله. كريم كان كيهضر مع حسن بواحد الطريقه معصبه وكان كيغوت عليه وحسن بقى غير تيشوف وساكت. المهم قال له واش عندك شي جواب ولا ما عندكش؟ المهم انا غادي نعطيه لك. قال له ماماك طعنت لعم ديالك لانه حاول يتعدى عليها وعلى الشرف ديالها وكان باغي يغتصبها، وهادشي علاش هي حاولت تدافع على راسها وطعنته بالمقص. حسن بقى غير تيشوفو مصدوم، قال له لا ما يمكنش هادشي كذوب، هادشي اللي كتقول ما كاينش. نقول له كون فكرتي مزيان غادي تعرف باللي عمك تيبغي ماماك بزاف، الا كانت بصح هكاك عديمه الشرف ودارت هذيك الحاله علاش غيبقى يدور عليها ويبغي يتزوجها باي طريقه كانت؟
قال له انت كتشوف لحد الان مازال كيدير المستحيل باش يتزوج بها. علاش؟ حيتاش كانت كتعجبو، كان كيبغيها دائما وكان باغيها تكون ليه. وجدك غطى هاد الحقيقه وكذب عليكم باش يكحل قلبكم على ماماكم ويبعدكم عليها وياخذ الوصايه ديالكم ويحرق القلب ديالها لانها دارت بحال هكاك في ولدو العزيز. حسن ما متيقش والوقت كله تيقول لكريم لا ما يمكنش هادشي اللي تتقول غير كذوب، وهو يقول ليه انا ما جيتش لهنايا باش نكذب عليك ولا باش نحكي لك القصص، انا جيت باش نوريك الحقيقه ديال الام ديالك اللي بزقتي لها على وجهها واديتيها هاد السنين كلها. بلاتي مازال ما عرفتيش كلشي، مازال عندي ما نقول لك. قال له واش فراسك ان الجد ديالك ضرب الام ديالك في وسط السوق قدام الناس كاملين باش ما تقربش ليكم وانتم ما سايقينش الخبر وما قالش لكم من طبيعه الحال هادشي. قال له الا ما تيقتنيش ها هو التقرير الطبي قدامك قراه بعينيك. حسن قرا هذاك التقرير وبقى تيبكي. واحد شويه قال له مازال غادي نزيدك مفاجاه اخرى. قال له واش فراسك ان الاب ديالك رشا المحامي ديالها الاول في قضيه الوصايه شحال هادي، وهذاك المحامي عطى للام ديالك تواريخ ديال الجلسه غالطه، دونك هي ما مشاتش في الوقت اللي كان خاصها تمشي فيه وبحال هكا ربح جدكم الوصايه ديالكم. والحاجه اللي غادي تفرقع هذاك الكاس اللي مازال الحاجه اللي كانت باقيه فيهم بزاف هي انها ما كانتش كتسول عليهم. وهنايا كريم جبد ليه واحد الملف، واحد لو دوسيي ديال هذاك السجن، لان اي حاجه كتخرج من السجن فكيديروا لها فوتوكوبي وتيخليوها عندهم، كيخليو عندهم وثيقه. قال ليه شوف شحال ديال الرسائل ماما كتبت لكم، وهاد الرسائل كلها خرجت من السجن ومشات عندكم للدار، ولكن من طبيعه الحال هما خباوهم اولا ما عرف شنو داروا بهم وما خلاوكمش تقراوهم، وكانوا تيقولوا لكم ان الام ديالكم ما عمرها ما سولت فيكم. هاك قرا. وبقى تيوريه هذوك الرسائل وقرا له وحده منهم كانت مصيفطاها لحسن، كتبالو فيها روحي ولدي العزيز توحشتك بزاف، كنتمنى تكون انت بخير وخوتك حتى هما راني توحشتكم وكنتمنى زعما غير نشوفكم. المهم هذيك الرساله كانت مؤثره بزاف، كان كيقراها على حسن وحسن صافي مصدوم ما متيقش راسو لهداك الشيء اللي كيسمع، وجالس غير تيبكي ودموع هابطه له من عينيه وكيسمع الهضره ديال كريم خبروا ان الام ديالو كانت كتبعت لهم 3 ديال الرسائل كل اسبوع. قال له ها انت هاك خذ الملف وحسب وشوف شحال من رساله كتبت لكم ماماك وشحال وهي كتعذب وكتسنى الرد ديالكم، ولا كانت كتنتظر غير شي واحد فيكم يسول فيها او يجي عندها يطلل عليها. المهم حسن ما قدرش يستوعب هادشي كامل وغوت على كريم. قال له صافي بركه، عطيتيني بزاف د الهضره وصدعتي لي راسي، انا هادشي كله ما تيهمنيش. وناض بغى يمشي بحالاتو وهو يعطيه اخر معلومه كريم اللي هي مهمه بزاف. قال له واش فراسك ان الام ديالكم النهار اللي خرجت من السجن جات لعندكم مباشره وكانت فرحانه وباغيه تجي تشوفكم، ولكن جدك شنو دار؟ جدك يعقوب صيفط الرجال ديالو وداوها بالسيف عليها المحطه وصيفطوها لاسطنبول وهددوها وضربوها قدام الناس كاملين وطلعوها الكرب بالسيف عليها وصيفطوها بحالتها لاسطنبول باش ما تجيش لعندكم وما تشوفوهاش. صافي حسن بغى يمشي بحالته ما قدرش يزيد يسمع لان الضمير ديالو بدا تيأنبو وعرف هذيك الحقيقه كامله وما قدرش يستوعبها. وهو يقول ليه كريم خليك راجل ولو لمره واحده وقرا هادشي انا غادي نخليه لك، قراه وعرف الحقيقه بنفسك وعرف باللي هذاكشي اللي كدار مع الام ديالك كله راه غلط وما خصوش يكون. المهم حسن ما رضاش ودخل بحالته بلا ما يهز هذاك الملف، وبقى كريم تيهضر معاه واخا هو غادي وتيدوي معاه. قال له خاصك ضروري تقرا هاد الملفات، راه عندك الاجوبه ديال جميع الاسئله اللي غادي يكونوا كيدوروا لك في دماغك، قراه راه فيه الحقيقه الا بغيتي تعرفها. منين دخل كريم هز داك الملف جمع فيه داك الوثائق كامله وعطاهم للشرطي. قال ليه الله يخليك الا ما تدخل ليه هاد الملف هذا وخليه عنده حتى يبغي يقراه على خاطر. اما حسن فبينو داخل الزنزانه ديالو هو تيبكي حيت عرف الحقيقه وعرف راسو ظلم الام ديالو بواحد الشكل خبيث بزاف وتنادم معاه الحال. واخا هكاك مازال ما مقتنعش 100%، مازال الضمير ديالو ما مخليهش انه يعترف بالخطا ويخرج داك الحقد اللي كاين في قلبه تجاه الام ديالو. غادي نشوفوا حوريه من بعد مشات باش تلاقى مع يعقوب، ومنين جلست معاه قال لها راه المحامي خبرني باللي حسن ممكن يخرج بكفاله وانا راني مستعد ندفع هذاك المبلغ باش بالحرا نخرجوا حسن وحتى امجد من السجن. بقات كتشوف فيه وقالت له شنو هاد الطيبوبه اللي نزلت عليك، يعني دقه وحده كيفاش زعما اكيد عندك شي طلب واكيد غادي تطلب شي مقابل لهادشي اللي باغي دير. يعقوب بقى تيشوف فيها قال لها من طبيعه الحال انا عندي لك واحد الشرط، الا بغيتي نخرج حسن وندفع الكفاله ديالو خاصك تعطيني الوصايه ديالو تخلي حسن يرجع يعيش معايا. حوريه بقات غير مصدومه في الهضره ديال يعقوب. ودابا غننتقلوا لمشهد اخر وغادي نشوفوا حسن في الزنزانه وهو ودوك الدراري اللي معاه اللي كاينين في الاصلاحيه. جاب ليه الشرطي هذاك الملف اللي عطاه كريم
ودخلو حتى لعندو. طلب منه حسن انه يخليه تما حتى يقراه من بعد. المهم حسن شاف هذوك الدراري اللي كاينين معاه جالسين كيدابزو كاملين، شي كيضرب في شي، وعرف باللي القانون ديالهم تما هو القوي كيغلب الضعيف، والقوي هو اللي كيكون تما الزعيم وهو اللي كيحترموه. والقضيه فيها بزاف ديال الاجرام، وفيها بزاف ديال الظلم، فيها حتى القطيع ديال الاصابع. المهم عرف باللي هذاك البلاصه ماشي ديالو، ما غاديش يقدر يصبر عليها، ما غاديش يقدر يعيش فيها، بقى غير كيشوف فيهم. من بعد هذاك الشرطي حاول انه يتدخل وفك هذيك المدابزه اللي كانت تما، وقال لهم هذا راه واحد الشخص جا عندكم جديد، ها هو معاكم، تعرفوا عليه بلاصه ما تجلسوا تضاربوا. وبقاو دوك الدراري كلهم كيشوفوا في حسن بواحد الطريقه غريبه. غادي نرجعوا لعند حوريه ويعقوب. حوريه رفضت العرض ديالو، الطلب ديالو، قالت له غير كتحلم، انا ما يمكنش نسمح لك في ولادي. قالت له انت عندك الغرض غير بحسن ياك، ما بغيتيش جاد وبدريه، لان حسن هو ولي العهد، لان امجد حشمك قدام الناس وايوب مات، فما بقى لك حتى شي سند. هادشي علاش غتموت وتاخذ مني حسن. ولكن راك كتحلم، انا امبوسيبل نعطيك واحد في ولادي، وما يمكنليش نتنازل عليهم ابدا. وهذوك الفلوس ديالك زيدهم في راسك، انت في بلاصه ما تعاونهم وتحن عليهم لانك الجد ديالهم جالس كتساومني عليهم. انا غادي نلقى الحل بنفسي، وغادي نخرج ولدي بنفسي بلا ما نحتاج للفلوس ديالك، وها انت غادي تشوف. صافي من بعد يعقوب غادي يقرر انه ينتقم من حوريه من طبيعه الحال، وغيتصل بالمحامي ديالو وغيطلب منه انه يبحث على المكان اللي كتشتغل فيه حوريه، ويشوف شنو خدامه بالضبط وشحال كتقبض، ويشوف كذلك البنك الحساب ديالها شحال فيه الى اخره. يعني باغي يعرف جميع المعلومات، وباغي يشوف اي طريقه غادي تقدر هي ديرها باش تخرج حسن، يحاول انه يمنعها. غادي نشوفوا من بعد كريم مع المحامي اللي كيخدم معاه، صديق ديالو، اللي مشى قدم الزوجه ديالو هذاك الفيديو اللي فيه حسن وامجد كيشدوا المخدرات. المهم ملي تلاقاه في المكتب قال ليه فوالا شنو وقع، راه شدوا حسن. هذاك المحامي دار براسو ما عارف والو، قال له كيفاش هادشي، انا الفيديو حيدته بنفسي من الملف. وهو يقول ليه الشرطه هما اللي لقاو هذاك الفيديو، ولكن دابا انا غادي ندير ما في جهدي باش نخرج هذاك الولد من السجن وباش ما يضيعلوش المستقبل ديالو. المهم ملي سالا معاه الهضره مشى في حالته. هذاك المحامي اتصل بالزوجه ديال كريم وخبرها ان حسن تم القاء القبض عليه، وانه الشرطه شدته وغادي يتحاكم. هي من طبيعه الحال كانت فرحانه بزاف لان هكا قدرت تنتقم من حوريه، وطلبت منه انه يلتزم الصمت باش ما يعيقش بهم كريم، وكذلك يبقى يعطيها الاخبار ديالو شويه بشويه لانه هو اللي شاد هذيك القضيه. غادي ننتقلوا لمشهد اخر وغادي نشوفوا حسن في الاصلاحيه، تعرف على واحد فهادوك الدراري اللي معاه، وهذاك الدري تقريبا هو الزعيم ديالهم، هو الكبير ديالهم تما. المهم بقى كيتعرف عليه وسلم عليه، وبدا داك الدري كيحكي له على القصه ديالو كيفاش حتى تقبض. قال له انا هنا بتهمه السرقه، ودابا راني محبوس لمده سنتين وشي حاجه، ومازال غادي يجلس يكمل العقوبه ديالو. وقال ليه باللي السن ديالو هو 18 سنه. حسن استغرب وقال له منين السن ديالك 18 سنه، شنو كدير في الاصلاحيه، علاش ما مشيتيش للسجن؟ وهو يجاوبه قال له في الهويه عندي غير 17 سنه، ولكن في الاصل انا عندي 18 لانه ما سجلوناش والدينا على بكري. حسن فهم علاش هذاك الدري مازال تما، يعني باقي له سنه واحده اخرى عاد باش يقدر يتحول للسجن. المهم في الاخر هذاك الدري بدا تيعرفوا على الدراري الاخرين، قالوا الاغلبيه هنايا كلهم تشدوا على قبل السرقه الا واحد فيهم، هذاك راه قاتل ومجرم، وهذا الشيء علاش خاصك ترد منه البال مزيان. حسن بقى كيشوف فيهم وبقى تيشوف في هذاك الدري اللي داخل تما بتهمه القتل، وهو يقول ليه دابا خاصك ضروري تختار الجهه اللي غادي تكون معها، واش معايا ولا معاه. وهو يقول له حسن واش ضروري نختار؟ قال له ضروري تختار، الا ما اختاريتيش غادي تظلم، خاص ضروري يكون عندك سند هنايا في الاصلاحيه. وهكذا غادي تكون نهايه الحلقه ديالنا، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنوعدكم فيديو مقبل ان شاء الله فيه احداث جد شيقه واثاره قويه. غادي نشوفوا مازال تتمه وشنو غادي يوقع مع حوريه ووليداتها، واكيد اكيد انه في الاخر كلشي كيرجع لبلاصتو. شكرا بزاف على المتابعه، تهلاو ليا فراتكم، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.